هو والله كان كويس جدا في اولى وثانيه وثالثه، اول ما رحنا رابعه بدات الدنيا تبوظ. او انه الولد والله كان كويس جدا السنتين اللي فاتوا بس الدنيا مش عارفه ايه اللي حصل لها، او انا حاسه فجاه انه بقى بينسى. لما احس ان ابني ذكي بيلقط بسرعه وانا بذاكر مع اخوه اللي اكبر منه، فاقرر انه ممكن يدخل قبل سنه المدرسه او يدخل بدري سنه، لازم اعمل اجراءات وقائيه علشان نتاكد. لازم اعمل اختبار ذكاء عشان اشوف احنا الدنيا تمام بالنسبه لنا، هل درجه او قدرتنا على التحصيل تسمح لنا ان انا اقدم له بدري، ويفضل ان احنا نستشير اخصائيين تربويين عشان يقولوا لنا هل الخطوه اللي احنا بنشتغل عليها دي مهمه ومفيده للطفل وهتساعده ولا لا. طيب ليه ده؟ علشان ساعات الطفل بيكون في الاول او اي حاجه جديده بيكون عندها قدره ان احنا نستخدمها باداء افضل. مع الوقت ذاكره الانسان وعقله لما بيبدا يشتغل بتبدا قدرته الحقيقيه تبان. يعني ساعات امهات تيجي تقول لك ايه، لا ده هو والله كان كويس جدا في اولى وثانيه وثالثه، اول ما رحنا رابعه بدات الدنيا تبوظ. او انه الولد والله كان كويس جدا السنتين اللي فاتوا بس الدنيا مش عارفه ايه اللي حصل لها، او انا حاسه فجاه انه بقى بينسى، حاسه فجاه انه ما بقاش قادر على المذاكره، ما بقاش يحصل بطريقه كويسه. ليه؟ لان احنا كل ما بنبذل مجهود وعقلنا بيبذل مجهود ونبدا بقى نحط معلومات كتيره، العقل بيبقى عنده قدره معينه على التحصيل والاستيعاب. الذاكره نفسها عندها قدره على الامتلاء في الوقت اللي هي بتمتلئ فيه. انا ببقى محتاج ان انا اعرف ذاكره الطفل دي هتجيب قد ايه المعلومات اللي ممكن تجيبها، ايه المعلومات اللي عقل الطفل ممكن يدركها دلوقتي، بس بعد شويه في معلومات اكبر هو مش هيقدر يدركها. ممكن ان هو يكون ماشي بسرعه في فتره معينه ويبدا يمشي بالمستوى الطبيعي في فتره معينه. ممكن عوامل خارجيه اسريه شخصيه نفسيه صحيه للطفل تأثر على تحصيله. فلما الأم تاخد الحاجة البيور اللي هو لسه بيستخدم عقله، لسه ما عندوش أي حاجة في الذاكرة، وتبدأ تاخد المستوى التحصيلي ده أو قدرة الطفل على التحصيل في الوقت ده، وإنه بيلقط بسرعة، وتقول أنا هدخله سنة بدري، ده ممكن يظلم الطفل. لأن بتيجي بعد كده بعد 3 سنين مثلا أو سنتين تقول انا حاسه ان ابني عنده مشكله، انا ابني بحسه مش قادر يستوعب زي اللي في سنه، انا ابني مش قادر يستوعب المناهج بتاعه المرحله الدراسيه اللي هو فيها، حاسه ان المناهج دي كبيره عليه. تمام؟ فهي كده المشكله مش في الطفل، المشكله في المنهج نفسه، ان احنا سرعنا ودخلنا الطفل بدري. طيب عموما الافضل ان الطفل يمشي في مراحله التعليميه مظبوطه. ليه؟ لأن المدرسة هي مش بس قدرة على التحصيل، مش مكان بنحصل فيه أكاديميا، لا ده مكان بنتعلم فيه مهارات اجتماعية، بنتحط في مواقف اجتماعية، بنمارس حياتنا، وجزء وقت طويل من حياتنا بنعيشه مع الأقران بتوعنا في المدرسة. فبالتالي هو حتى لو عنده قدرة تحصيلية عالية ممكن ما يبقاش قادر يواكب الأطفال اللي هو أصغر منهم بسنة، أو مش قادر يتعامل معاهم، وده ممكن يأثر عليه سواء اجتماعيا نفسيا شخصيا. قبل حتى ما نقرر ان احنا ناخد خطوة زي دي، رجاء نرجع لمتخصص او نرجع لاستشاريين تربويين يقولوا لنا الخطوة اللي احنا داخلين عليها دي هتفيد الطفل ولا لا. يا رب دايما بخير، ويا رب دايما اطفالنا بخير، ودمتم بخير.